بالطبع، إليك قصة عن شاب صاحب كباريه. قصة الشاب والكباريه. في قرية صغيرة على ضفاف النيل، عاش شاب يدعى أحمد. كان أحمد شابا طموحا ومبتكرا، وكان لديه حلم كبير أن يمتلك كباريه خاص به. كانت الكباريه مكانا يجتمع فيه الناس للترفيه والاستمتاع بالوقت. كانت تعج بالزبائن من مختلف الأعمار والطبقات الاجتماعية، وكانت الكباريه تعتبر ملتقى للأصدقاء والعائلات. أحمد اشترى الكباريه بكل ما فيها من أساس وديكور. كان يعمل بجد لجذب الزبائن وتقديم أفضل الخدمات. كان يتعلم من كل زبون يأتي إلى الكباريه، وكان يستمع إلى نصائحهم وتجاربهم. لكن مع مرور الوقت أصبح أحمد مهتما أكثر بالأمور المادية والربح. بدأ يتجاهل النصائح والتوجيهات، وكان يلبس ملابسا مكشوفة وغير لائقة. كان يفقد الركبة ويتجاهل الصلاة. وفي يوم من الأيام جاء إليه رجل مسن. كان يرتدي ثوبا قديما وكان يبدو متعبا. قال لأحمد: يا بني، لدي لك نصيحة. لا تنسى الله ولا تتجاهل صلاتك. النجاح ليس فقط في الأمور المادية، بل في الروح أيضا. لم يكن أحمد مهتما بكلام الرجل المسن. استمر في حياته العادية وكان يتجاهل الصلاة والتوبة. ولكن الأيام المظلمة بدأت تأتي. وفي يوم من الأيام أصيب أحمد بمرض خطير. أدرك حينها أنه كان يجب عليه أن يتوب إلى ربه. باع الكباريه وأعطى الأموال للفقراء والمحتاجين. أصبح رجلا مؤمنا ومتواضعا. وهكذا انتهت قصة أحمد والكباريه. كانت قصة عن التوبة والرجوع إلى الله، وتعلم الجميع منها أن النجاح الحقيقي ليس فقط في المال والملبوسات، بل في الروح والقلب. بعد أن باع أحمد الكباريه وأعطى الأموال للفقراء والمحتاجين، بدأ يعيش حياة مختلفة تماما. كان يصلي ويتوب إلى ربه بإخلاص. أصبح يساعد الآخرين ويعمل على تحسين حياتهم. أحمد أصبح مشهورا بصدقه وكرمه. كان يفتح أبواب منزله للفقراء والمحتاجين، وكان يقدم لهم الطعام والشراب. كان يعلم الأطفال القراءة والكتابة، وكان يزور المرضى في المستشفيات. في أحد الأيام جاء رجل غريب إلى منزل أحمد. كان يرتدي ملابس قديمة، وكان يحمل عصا. قال لأحمد: يا أحمد، أنت شخص طيب وكريم. لدي لك نصيحة. لا تنسى أن تكون متواضعا ومتسامحا. النجاح الحقيقي هو في القلب والروح. أحمد ابتسم وشكر الرجل الغريب. استمر في حياته الخيرية والتوبة. أصبح قدوة للآخرين، وكان يعلمهم أهمية الإيمان والعمل الصالح. وهكذا انتهت قصة أحمد والكباريه. فكانت قصة عن التوبة والتغيير، وعن كيفية أن يكون النجاح متوازنا بين الدنيا والآخرة. فلنتعلم من قصة أحمد، ولنسعى للنجاح الحقيقي الذي يأتي من القلب والروح.